للحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عمار الخشرم، مدير عام التسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. أهلا بك في نشرة 8 اليوم بعد الإعلان عن تطوير خدمة توقيع إصدار الوثائق. ما الذي تغير فعليا بالنسبة للمستفيدين؟ بيننا نشكركم على الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا للحديث حول ذي الموضوع. من أوجه التطوير عندنا في الجهاز خدمة توقيع إصدار الوثائق، والنتيجة اليوم صار إصدار وثيقة الملكية أسرع بنسبة تصل إلى 75% بعد ما ألغينا الإجراءات الورقية بشكل كامل. المستفيد يقدر يستلم وثيقته إلكترونيا بشكل آمن ومضمون بدون حضور أو انتظار. هذا التطوير نتيجة إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بالتوقيع والاعتماد وتحويلها إلى مسار رقمي متكامل. ولأن احنا حاليا في الجهاز نصدر أكثر من 22,000 وثيقة سنويا، فهذه الإضافة تمثل نقلة نوعية في سرعة وكفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، وتعكس نجاح توجهات الحكومة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي. نعم مهندس عمار، وثيقة تطوير الملكية شهدت عدة تحسينات على مستوى السنوات. ما أبرز هذه التحسينات وماذا أضاف لها تطوير خدمة الموقع الإلكتروني؟ وثيقة الملكية مرت بمراحل من التحسينات على مدى السنوات إلين صارت خدمة رقمية متكاملة، واليوم تقدر تحصل عليها إلكترونيا عبر رسائل نصية فيها رابط آمن وQR كود يتيح لك استعراضها وتحميلها في أي وقت من أي مكان بدون ما تحتاج زيارة الجهاز. وطبعا كل هالإجراءات موثوقة، وأحب أكد على أن ميزة أمن وسلامة وموثوقية المعاملات ميزة ثابتة عندنا مهما تطورت الخدمات أو تحدثت الإجراءات. وبالتالي المنظومة الرقمية للوثيقة اكتملت بشكلها النهائي، والنتيجة هي تقليص مدة الإجراءات وتسريع دورة الخدمة، وهذا راح ينعكس إيجابا على حركة التداولات ودعم بيئة الاستثمار بما يتماشى مع توجهات الحكومة في التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات. وكل اللي تحقق هذه هو تتويج لعمل متواصل. بإذن الله مستمرين في تطوير خدماتنا عشان تكون أسرع وأسهل وأكثر موثوقية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من رضا المستفيدين. نعم سعادة المهندس عمار الخشرم، مدير عام التسجيل العقاري بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، شكرا جزيلا لك.